فيديو النهاردة بقى منقول في حتة تانية خالص. النهاردة طواجن الملفيه بجد حكاية، طعمها بجد من الآخر. طبعا هتجربيها وهتدمنيها وهتعمليها طول فترة الشتاء. عايزة أقولك بتحدى بيها أي كافيه نزل الميكس العالي ده. طواجن الملفيه النهارده حكايه. يلا بينا نشوف الفيديو. اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. معايا كوبايتين من اللبن، معايا كوبايتين من الكاستر، معلقتين من السكر، وزي ما انتم شايفين كده بقلبهم حلو قوي. اول ما تظهر الفقاعات دي قدامكم يبقى كده خلاص الكاستر بتاعي تمام. بجيب كده بوله فاضيه وببتدي انزل فيه الكاستر، وبعد كده هجيب كيس بلاستيك وابتدي ان انا اغطيه كده زي ما انتم شايفين، علشان انا عايزه الكاستر يكون بارد. الطريقة بسيطة وسهلة، بس بجد انا واثقة تماما انك انتي هتدمني الطريقة دي. بسيطة وسهلة وحلوة جدا لولادنا. معايا طبعا لفة الملفيه كده زي ما انتم شايفين من عند اي مستلزمات حلويات زي ما نزلنا قبل كده. ببتدي ان انا اكسرها تكسير صغير كده يا جماعة، مش عايزة التكسير بتاعها يكون كبير شوية. وببتدي ان انا احطها على جنب كده علشان اشوف بعد كده انا هعمل ايه. بنكسر يا جماعة على قد الطواجن اللي احنا هنشتغل فيها. بجيب بقى البولة بتاعتي وببتدي انزل فيها الكاستر بالطريقة اللي قدامكم دي بعد ما برد. طبعا كل ده ممكن نعمله طبعا بالعجان او بالمضرب اليدوي. ببتدي ان انا انزل الكاستر بتاعي بعد ما برد، وابتدي ان انا اشوف هعمل عليه ايه. حطيت نص كوباية من الكريم جانتيه، وبعد كده نزلت كمان نص كوباية من السكر، وبعد كده ببتدي ان انا اضربهم بالمضرب بتاعنا عشان انا عايزة الخليط بتاع الكاستر كريمي جدا. حطيت عليه نص كوباية من الكريم جانتيه، نص كوباية من السكر، وبعد كده ابتديت ان انا اضربهم بالمضرب بتاعنا. عايزة الخليط يا جماعة يبقى كريمي كده زي ما احنا هنشوف في الاخر. طبعا الكاستر يا جماعة بيدي طعم حلو جدا جدا للملفيه، بس بجد انا واثقة تماما ان هي تبقى حكاية وطعمها فعلا تحفة. حطيت معلقتين من القشطة كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اضرب الخليط تاني. لو انت حابة تستغني عن القشطة مفيش اي مشكلة، المهم ان احنا بس بنعزز الطعم. ببتدي احطهم بقى في كيس حلواني علشان ابتدي احطه بين الطبقات مع الملفيه. بسيطة، الطريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش اي تعقيدات. نفتح بس كده يا جماعة دماغنا كده ونشوف بالظبط الطبقات تتعمل ازاي وهنعمل فيها ايه. طواجن بقى الملفيه بقى كده بجيبها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه، هنرصص الطبقات ازاي، والطعم في الاخر هيكون ازاي. بجد حكاية. ابتديت ان انا احط اول طبقة من الكاستر الكريمي في كل الطواجن يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. الكاستر بجد طعمه منقول في حتة تانية خالص. وابتديت ان انا احط طبقات من الملفيه زي ما انتوا شايفين كده. طبقات يا جماعة من الملفيه. الملفيه موجود عند اي مستلزمات حلويات هتتواجد. بعد ما حطينا طبقة الملفيه ببتدي ان انا ارجع احط طبقة من الكاستر تاني. يبقى كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اعيد ان انا احط طبقة كمان تاني من الملفيه. يبقى طبقة ملفيه، طبقة كاستر، طبقة كاستر، طبقة ملفيه، بعد كده طبقة كاستر تاني، وبعد كده طبقة ملفيه، علشان لسه هنشوف الطبقة اللي جاية هتكون ايه، والطبقة كمان اللي على الوش هتكون ايه. بجد ميكس طعمه منقول في حتة تانية خالص. معايا هنا كوباية من الكريم جانتيه، حطيت عليها معلقة من اللبن البودر، وربع معلقة وربع كوباية من السكر البودرة، وبعد كده حطيت كمان نص كوباية من اللبن. ابتديت ان انا اضرب طبعا كل ده زي ما انتوا شايفين كده لغاية الكريمة بتاعتي ما بقت تمام. احطها برضو في كيس حلواني، وابتدي احطها في الطبقة اللي هي بعد ما خلصت طبقات الكاستر احطها على طبقة الملفيه مباشرة. احط طبقة الكريم جانتيه على طبقة الملفيه مباشرة. الملفيه بقى بتاعنا يا جماعة بجد حكاية. بتحدى بيه اي كافيه نزل الميكس الرهيب ده. هتجربيه وفعلا تحس طعمه في حتة تانية خالص. ابتديت ان انا احط زي ما انتوا شايفين كده طبقات الكريم جانتيه، بس طعمها بجد حكاية. ابتديت ان انا احط الكريم جانتيه اغطي بيه الطاجن كله يا جماعه،
وبعد كده طبعا الطبقه اللي على الوش طبعا دي طبقه من اختياركم انتم طبعا. لو انت حابه طبعا تحطي نيوتيلا مفيش مشكله، حابه بقى تحطي طبقات تانية مختلفة، دي حاجة ترجع لك انت طبعا، مفيش اي مشكلة. هنا بعد ما خلصت طبقات الكريمة تمام، ابتديت نشوف النيوتيلا بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. انا بستخدم هنا نيو كريمة، بجد طعمها من افخم انواع النيوتيلا اللي موجودة، والطعم بتاعها بجد موجود يعني بجد في حتة تانية خالص. معلقتين 3 بقى من النوتيلا بتاعتنا، عليها 3-4 معالق كده من الزيت، بس الزيت يا جماعة يكون نوعية نظيفة علشان يديش ريحة مش حلوة. طبعا لما يكون زيت مش حلو ما يديش ريحة وحشة للنوتيلا بتاعتنا، احنا عايزين الزيت يكون نوعية نظيفة. وببتدي اقلبهم تقليبة كويسة. لو انت حسيت ان مقدار النيوتيلا قليل شوية ممكن تزودي تاني، بحيث ان يكسي الطبقات بتاعتنا بتاعت الطواجن كلها. انت طبعا مش حابه طبقه النوتيلا، ممكن تحطي كندر، تحطي بيستاشيو، تحطي النيوتيلا بالبندق، دي حاجه ترجع لك انت. بس عايزه اقول لك النوتيلا الساده منقوله في حته تانية خالص، وطعمها في الاخر الميكس على بعضه بعد ما بيخلص وبيخش التلاجة لمده 3-4 ساعات كده وتبتدي تدوقيه، بجد هتحسي فعلا ان انت ما اكلتيش الميكس ده في اي كافيه او في اي حته تانية. بجد طعمه حكايه جدا جدا. واكيد طبعا هنشوف هو غالي قد ايه بره، وبأتمان فعلا عالية. الطاجن ده يا جماعة بجد لو جربتيه هتحسي فعلا ان انت عايزة تعمليه دايما، حتى لولادك تبسطيهم بيه. بجد منقول في حتة تانية خالص. الناس اللي بتطلع اونلاين الاوردرات لو عملت فعلا الميكس بتاع الطواجن ده فعلا هيكون احلى رزق ليها. بجد منقول في حتة تانية خالص. هتجربي الميكس وهتشوف طعمه وتقولي فعلا الميكس فعلا طعمه حكاية. يا جماعة عايزة اقول لكم مش متواجد الميكس ده في اي كافيه، بس عايزة اقولك حكاية، طعمه ادمان بجد. انا جربته فعلا في حتة تانية خالص. اما بقى الجرنشة بقى اللي بره دي حاجة ترجع لك انتي، حابة تحطي بقى شوكولاتة، تكسير شوكولاتة، تحطي بقى كريسبي، اي حاجه متاحه بالنسبه لك مفيش اي مشكله. انا جبت هنا جيلو الشوكولاته وابتديت بس ان انا ازين الوش. مش عايزه طبعا الحكايه تبقى اوفر قوي، لا هو التزيين بتاعه بسيط جدا، لاني مش محتاج بجد طعمه، هو من كده كده طعمه حلو، مش محتاج اي شوكولاتات تانية عشان ميبقاش اوفر قوي في السكريات. لكن بجد عايزه اقول لك طعمه منقول في حته تانية. هتجربي وتشوفي الطريقه وتحسي برضو انها سهله ما هي صعبه. والناس اللي بتطلع اونلاين هيحسوا فعلا ان الشغل ده احلى رزق فعلا متواجد. بجد شغله حلو جدا، طعمه جميل جدا، ومنقول في حتة تانية وتحدي بيه اي كافيه حتى لو نزلتيه اونلاين اوردرات. زي ما انتوا شايفين بقى الجرنشة بسيطة جدا مفيهاش اي حاجة، رسمنا قلوب بسيطة كده وعملنا خطوط من جل الشوكولاتة. بس بصراحة زي ما انتوا شايفين كده مش محتاج ان هو يتعمل فيه اي حاجة تاني، الحاجة بسيطة وسيمبل زي ما انتوا شايفين كده. رسمنا قلوب بسيطة كده على الوش، بجد خليت شكلها في حتة تانية خالص. طبعا لازم بعد ما يخلص يخش التلاجة لمدة 3-4 ساعات عشان تحسي فعلا ان طعمه فعلا هو سقعان، طعمه حلو جدا جدا جدا. بجد عايزه اقول لك حكايه وبنقول في مكان تاني خالص. نبتدي بقى نشوف الطبقات بتاعتنا عامله ازاي. بجد هو مغري جدا جدا للاكل. عايزه اقول لك حكايه، طبقات الملفيه مع الكريمه مع الكاستر الكريمي في حته تانية خالص.